السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم قناة أم عبد الرؤوف. كما عودتكم دائما فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي. اليوم جبت لكم الوصفة تاع كيكة الشموع بمناسبة مولد النبوي الشريف اللي راه على أبواب، وإن شاء الله يدخل علينا بالصحة والهنا. تقدروا تحضروها للسهرة تاع مولد النبوي الشريف. هذه الكيكة تجي بزاف راقية وشابة والمذاق تاعها بزاف بنين، وهذه الكيكة اللي راح نحضروها اليوم راح تكون جد بسيطة وسهلة واقتصادية. زوجة تاني معكم بالخف، ما راحش كامل تدي منكم الوقت. نبداو بسم الله بالمقادير وطريقه التحضير. هنا نبداو بالشرباتيه الاولى، باه من بعد كي نبداو نخدمو نلقاوها بارده. عندي 2 كيسان تاع الماء يقابلهم كاس تاع السكر معاهم طرونش تاع الليم، وحركي هذاك السكر مليح مع هذاك الماء وديريهم فوق النار يغلو. كي تشوفيهم بداو الغليه حسبي لهم 10 دقائق وطفي عليهم. نبداو بسم الله بالمقادير تاع الكيك. هنا عندي كاس الا ربع تاع الزيت، وكاس مملوء جيدا تاع السكر، وعندي 4 حبات ثاني تاع البيض يكونوا بدرجه الحراره تاع الغرفه، تكوني خرجتيهم ديجا من قبل من الفريجيدان، وزوج باكي تاع خميره كيميائيه اللي هي نوفا والفانيليا، ونحتاج ثاني الخل، ونحتاجو ثاني الفرينه باش نجمعوا الخليط نتاعنا، ونحتاجو الكاكاو للتزيين. نبداو بسم الله بالتحضير تاع الكيك. هنا عندي 4 حبات قلت لكم تاع البيض، هنا نزيد عليهم غرفة مملوءة جيدا تاع الفانيليا، ولا عندك عطر واحد اخر ضيفي. مهم ما تجيش فيها ريحه البيض وتجيك منسمه، باي عطر يكون عندك. وبالباتر ونبدا نخلط في المكونات، واذا ما عندكش باتر تقدري تخلطي بالفوي. ونبدا نضيف في هذاك الكاس تاع السكر غير بالتدريج كما راه موضح في الفيديو. انت راك تخلطي بالباتر وراك تضيفي في هذاك الكاس تاع السكر غير بشويه، تحسي هذاك السكر تاعك كامل داب وتخلط معاك. كي يتخلط كامل نروح نضيفو هذا كاس الا ربع تاع الزيت، حتى هو نبدا نضيفو فيه غير بشويه، ورانا نخلطو بالباتر باه ما يديرلكش هذيك الطبقه تاع الزيت اللي تجي من فوق الخليط نتاعك. لازم تتبعوا الخطوات خطوه بخطوه والمقادير خطوه بخطوه باش تنجح معاكم الوصفه. وهنا نديرو قسم ملعقه كبيره تاع الخل. كما نعرفوا هنايا الخل يكون كمحسن للخليط نتاعك، ونبقى نخلط حتى تشوف الخليط نتاعك تغير اللون نتاعه. ونبدا نضيف الفرينه ونجمع في الخليط نتاعي وراني نخلط بالباتر، ونزيد نضيف عليها 2 باكي تاع خميره كيميائيه اللي هي نوفا الوزن 10 غرام. وبالنسبه للفرينه انا وليت نضيف ونخلط حتى تتقال معايا شويه، وكي نشكل رقم 8 تتشكل معايا وما تتسمحش معايا بالخف. كيما شفتوا البلاطو اللي راح ندير فيه الكيك كنت دهنتها بالزيت ورمتها بالفرينه. هاكا تاكدوا بلي الكيك تاعكم راحش يلصق معاكم. ونفرغ الخليط تاعي تاع الكيك في البلاطو كما راكم تشوفوا. كان هذا هو القوام تاع الخليط تاعي تاع الكيك. وهنا ندخلها على نار تكون متوسطه، الكوشه تكون شاعله من قبل، الكوشه تاعكم تكون حاميه. ونضرب البلاطو تاعي كما راكم تشوفوا باه الكيكه تجيني مستويه، ما تجينيش جهه طالعه وجهه مهوده. ونحضروا ثاني كريم شانتي كيف باه نديروها ثاني حتى هي تبرد. هنا عندي 2 كيسان مملوئين جيدا تاع كريم شانتي، ونضيف على هذه كريم شانتي نضيف عليها كاس ونص تاع الماء. كما تقدروا تعوضوا الماء بالحليب ديروا كاس ونص تاع الحليب. مهم انا درت 2 كيسان قلت لكم تاع كريم شانتي، ودرت كاس ونصف تاع الماء لازم يكون بارد بزاف وحتى فيه لاكلاص باش تطلع لكم الكريم شانتي وتجيكم ثقيله. المهم هنا في هذه المرحله باش تطلعي كريم شانتي لازم لك الباتر. هي نو باش تطلعي كريم شانتي تاعك نو ديري 2 عبار ب2 عبار، زعما 2 كيسان تاع الماء ولا 2 كيسان تاع الحليب ب2 كيسان تاع كريم شانتي. انا باش تجيني ثقيله بزاف درت كاس ونص تاع الماء برك ودرت 2 كيسان تاع كريم شانتي. المهم خلطوها غايه حتى تطلع معكم كريم شانتي تاعكم. وهنايا كانت تطيب معايا الكيكه تاعي، فتحت عليها غير شويه بنطل عليها لغايه مازال يخصها شويه تاع الطياب. نتوما كتشوفوها طابت دخلوا الخدمه، اذا خرجتوه ناشف عرفوها بلي طابت من الداخل. وهنا بعد ما طابت معايا وكانت بردت غايه رحت قسمت الكيكه تاعي على 2 كما راكم تشوفوا. انا هنايا كنت قسمتها بالخدمه تاع المنشار، وهنايا النصف الاول راني نشرب فيه بالشربات. هذيك الشربات قلت لكم خلوها حتى تبرد غايه باش تبداو تشربوا فيها، وشربوها كامل مع الحواشي في الوسط. لازم كامل الكيكه تدي حقها من هذيك الشربات وتجي مشربه غايه. انا كريم شانتي كنت استحفظت فيها في المجمد، وكي بغيت نخدم الكيك كريم شانتي كانت بردت غايه فوقها في المجمد كما قلت لكم، عاود طلعتها شويه بالباتر باه يجيني القوام تاعها بزاف ثقيل، وكي نديرها في الطاغ صراحه ما تهوتش معايا باه ما تذوبش وتساعدني في الخدمه. هنايا كما قلت لكم الطبقه الاولى كنت شربتها غايه، لازم تشربوها غايه باه تجيكم الطاغ تاعكم بنينه. وزيدوا ديروا لها طبقه من الكريم شانتي، حتى الكريم شانتي ثاني كتروا شويه باه تجيكم طبقه باينه. نروحو نزيدو الطبقه الثانيه تاع الكيك، حاولوا الطبقه الثانيه تقموها غايه فوق اختها باه ما تجيكمش معوجه في الاطراف في الحواشي بلا ما تدركوا عليها. ونبداو نشربوا فيها بالشربات. الشربات لازم تقسموها على 2، ديروا الطبقه التحتانيه والطبقه الفوقانيه.
باه تجيكم شربة غاية وتجيكم كيف كيف كيما تشرب التحتانية تشرب الفوقانية. لازم الحواشي تاوها حسن تشربوهم لها غاية كيما نعرفو هما يجيو شوية ناشفين، وغير بالبانسو كيما راكم تشوفوا مشو كامل شاربات تاوحكم. انا نبغي الكيك يكون طري ومشرب غاية. هذه الكيكه تاع الشموع جات بزاف طريه وبزاف بنينه وجات ثاني بزاف حلوه. وهذه الكميه تاع الكريم شونسي كامل اللي بقات نمشوها على كامل السطح ولا الوجه تاع الكيكه تاعنا، ونحاولوا بالكوبات ولا بسباتير وحاولي تمشي هذيك الكريم شونسي كامل باه يجي الوجه تاع الكيكه تاعك ولا السطح تاعها يجي مستوي، ما تجيش جهه طالعه جهه مهوده جهه عوجه. وحتى مع الجناب لازم تغطوها بالكريم شونتي باه يجي الشكل تاعها بزاف شباب وراقي. اللي وصل معايا لهذه المرحله من الفيديو اخوات ما تنسونيش بالجيم والاشتراك للقناه، وجزاكم الله كل خير. وكي تجربوا وصفه من الوصفات اكتبوا لي في التعليقات، راني كامل تعليقاتكم نقراها وحده بوحده. وهنايا كنت جبت البلاعه تاع القرع كما راكم تشوفوا، بلاعه هذو تاع القرع هذوك تاع القرع تاع 6 لترات، الدويره تاعهم دي شويه كبيره وباينه. هنايا كنت درت 7 تاع الدويرات كما راكم تشوفوا، وستفوهم نتوما كما تبغوا، تزيين اختياري. وهنا ندير قيس زوج مغارف كبار مملوئين جيدا، نديرهم في الصفايه ونغربلها كامل فوق هذيك الكيك. لازم كامل ترشوها من الفوق في الوجه نتاعها، لازم نغطو كامل هذيك الطبقه ولا الوجه الفوقاني تاع هذيك الكيكه بهذوك زوج مغارف تاع الكاكاو. كتجي تقلعي هذوك البوشونات غير بشويه بهذيك الكاكاو ما طيحلك شي في الوسط، بهذيك الدويره البيضاء ما تتوسخش معاك ويجي الشكل تاعها باين. وجيبي القرنفل وحطيه في وسط الدويره باه تبان معاك الشمعه. وهنا كنت حصلت على كيكه الشموع، تقدروا تحضروها لسهره المولد النبوي الشريف. كان هذا هو الشكل النهائي تاع الكيك اللي كنت حضرتها معكم لنهار اليوم. هذا الكيك جا بزاف شباب شكلا ومذاقا، الشكل تاعه جا بزاف راقي والبنه تاعه جا بزاف بنين وجا مشرب غايه. وهنا راح نقطع معكم الكيك باش تشوفوا كيفاه جا من الداخل. جاو هذوك الطبقات باينين، طبقه تاع الكيك وطبقه تاع الكريم شانتي. ما تنسوش اخواتي جربوا هذه الوصفه راح تنجحوا بها، اي وحده مبتدئه ولا اول مره راح دير الكيك راح ينجح معاها. هذه الوصفه كانت سهله وبسيطه ومقاديرها يعني موجوده في كل بيت. جربوا وصفاتي واكتبوهم لي في التعليقات، وما تنسونيش اخواتي بالجيم والاشتراك للقناه، وجزاكم الله كل خير. وهنا مقدر نقولكم تهلاو في رواحكم، نتلاقى في وصفات جدد وروتينات جدد. سلام.